السلام عليكم، معكم عبد الرحمن. اليوم راح نقيم قرعة دوري الأبطال ونقطع بالمواجهات. في عنا المواجهة الأولى بين لايبزيغ والسيتي. أكيد المباراة سهلة لعملاق الدوري الإنجليزي. أما على المواجهة الثانية فهي بين بروغ وبنفيكا. أنا بالنسبة لي راح أحكي بنفيكا هي راح تفوز، لأنه فنيا وهجوميا الفريق أقوى بكثير. نيجي للمواجهة الثالثة، الريال وليفربول. هسا شوفوا علي، الريال صار عقدة للليفر، أما المباراة أكيد محسوبة للريال. أنا ما بحكي هيك لأني مدريدي، بس لأني بقيم الأمور على أرض الواقع. الليفر منتهي فنيا، لكن دافعه الوحيد أنه الأبطال هي المنافسة الوحيدة، اللي بعده بينافس عليها، وكل شيء ممكن يتغير بعد كأس العالم ما بتعرفوا. بالنسبة للمواجهة الرابعة هي بين توتنهام وميلان. أنا الصراحة راح أقطعها للميلان. هو صحيح كان البطل الماضي للدوري الإيطالي، بس هذا مش الدافع الوحيد اللي خلاني أقطعه للميلان، بس لأنه الصراحة مدرب توتنهام مرات بخبص. أما بالنسبة لمواجهة دورتموند وتشيلسي، تشيلسي هسه قاعد بمر بفترة ضياع غريبة عجيبة. أنا راح أقطعها لدورتموند. أنتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. المواجهة رقم 6 بورتو والإنتر. أنا برأيي الإنتر حاليا مسفح بشكل قوي جدا، لأنه حالته النفسية كثير ممتازة، إنه هو تأهل على حساب برشلونة. وبورتو بالنسبة له أكيد خصم ضعيف. أما على المواجهة النارية هي بين باير والباريس. تتذكر نهائي 2019 يلي جمعهم؟ كانت وقتها الغلبة للباير. أنا صدقا ما راح أقطع بهاي المواجهة، إنها صعبة جدا، وبنهاية الحلقة بدي أشوف حماسكم الناري لكأس العالم اللي مش ضايل له إلا كم من يوم. أنا عن نفسي راح أشجع فرنسا، وأنتوا وين بدكم تشجعوا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وديروا بالكم على دراستكم.